مرحبا بكم في التيكا تاكا. اليوم باش نحكيو على مقابلة المنتخب، المقابلة الثانية في المونديال. مع الأسف المنتخب التونسي خلينا نقولوا حسابيا يغادر المونديال لأن المأمورية أصبحت صعبة جدا، خاصة وأن نواجه المنتخب الفرنسي في المباراة الثالثة. اليوم تونس على عكس ماتش الدنمارك ما وريناش كورة، ما عرفناش نتحكموا في المقابلة، اختيارات خاطئة من الطرف الفني، تنشيط هجومي غايب. باش نحكيو على هذا الكل في الحلقه متاع اليوم. اكيد فما حصر من التونسيين اللي كنا تعتقدوا ان المنتخب التونسي ينجم يوصل بعيد في المونديال هذا، لكن مع الاسف المنتخب التونسي وفي لعاداته، الكره التونسيه وفيها لعاداته اليوم بطوله كما هذه، مستوى متاع كره كما هذه، مستوى متاع انديه تخبط في مشاكل ماديه، ما تنجمش توصل بعيد، ما تنجمش تعمل منتخب، والكل يصب في بعضه. اليوم باش نحكيو على هذا باكثر تفاصيل، لكن دائما اذكر الناس اللي مش مشتركه في القناه خلينا نشتركوا في القناه، خلينا نوصل القناه لعدد اكبر من المشتركين باش الفيديوهات نتاعنا توصل لكم انتم اينما كنتم في كل انحاء العالم متابعي الرياضه. دونك من غير ما نطول عليكم هات نمشيو لفاصل قصير وهنا راجعين. في تيكا تاكا كما قلنا اليوم باش نحكيو على المنتخب. كنت تاني والناس الكل متابعين المنتخب والتوانسه الكل اكيد تمناو نبداو الحلقه هذه بفرحه، فرحه الانتصار، فرحه تضاعف حظوظ المنتخب في الترشح للدوري الثاني. لكن مع الاسف الكره التونسيه واللاعبين التونسيين والعقليه التونسيه وفيه لعاداتها اليوم ما ثم شيء. اليوم ما شفناش كوره رغم المحاولات في الشوط الثاني. اليوم كتشوف اختيارات تاع المدرب ما فهمتش اني محمد دراجر باش يعمل. دراجر الناس كل تعرف انه دفاعيا ضعيف ياسر، الناس كل تعرف انه دراجر في يعني باش يغطي على الكره ضعيف ياسر. اليوم ما يجيك شيء شفتوا دخل انتوما الربع ساعه الاخرانيه تحسن المنتخب، تحسن اداء المنتخب. مع الاسف اختيار خاطئ من جلال القادري. ايضا خلينا نحكيو على مشكله التنشيط الهجومي. اليوم شفنا الليني نتاع المنتخب الكل بعاد تقريبا براتيكمون منتخب استراليا خذي علينا الشوط وخذي علينا الميليو. اليوم تشوف اختيارات خاطئه، اليوم ما مشاش الديفونس، فما برشا اخطاء كانت كلفنا عديد الاهداف الاخرى. هدف خلينا نقولوا ضعف ماركاج من ياسين مرياح. اليوم ياسين مرياح ياخذ كره قدامك مش معقول كما هذا لاعب يلعب في الترجي ولاعب يلعب في نيفو عالي تاخذ عليه كره، ياخذ عليك كره الديفونسور الاتاكون ويماركاها. اليوم خلينا نقول المنتخب التونسي والمواطن التونسي والمتابع للشارع التونسي ضحيه كرتنا، ضحيه الوضع المتردي للكره التونسيه، ضحيه التجاذبات، ضحيه الاتهامات. اليوم الكره بتاع تونس مريضه برشا، مريضه. يلزمنا نعاودوا الرسك وكل شيء، يلزمنا نعاودوا المنيوم وكل شيء، مش بالبطوله هذه باش نوصلوا نعمل المنتخب، مش بالبطوله هذه ناس لاعبه 7 ماتشات، الناس مازالت تلعب 2 ماتشات باش نلعبوا المنتخب، مش بالمستويات نتاع الملاعبيه، مش بالانديه هذه نلعبوا المنتخب. اليوم تونس هاك تشوفوا منتخب كي تشوف هكا يعني يعكس الوضعيه اللي قاعد تعيش فيها الكره التونسيه. منتخب اليوم من غير حتى الروح اللي شفناها في ماتش الدنمارك ما ثماش اليوم. ودائما المنتخب التونسي كاك، ودائما العقليه التونسيه اذا تعمل ماتش سيتحلوا ويقولوا احنا وصلنا. ونشوفوا ماتش نيجيريا في كوب دافريك كيف عملنا ماتش من بعد خسرنا. اليوم عملنا ماتش الدنمارك ماتش ممتاز من بعد خسرنا. يعني عقليا المنتخب التونسي خلينا نقولوا حتى مونطالمون اللاعبين نتاعنا ما يقدروش يواصلوا في نفس المستوى، ما يقدروش يواصلوا في نفس الروح. اليوم المنتخب خلينا نقولوا ضحيه. جلال القادري اني شخصيا جلال القادري انت وقت اللي تولدت اصلا انت كانت تقول له باش توصل ترين المنتخب التونسي. هو ما كانش يحلم به. شنو هو السي في نتاع جلال القادري؟ شنو هو المستوى نتاع جلال القادري؟ مدرب درجه ثانيه، مدرب نتاع فريق درجه ثانيه، يجي يلقى روحه مدرب منتخب. ما فما شيء في المنتخب. شوف انت المنتخب السعودي جايب مونترينور كاسح، كيفاش مونترينور يبني لك ماتش ويعمل لك فريق، فما روح، فما برشا خور وبرشا ما حبيناش نحكيو من الاول على المنتخب. قلنا خلينا بالك المنتخب بيمشي، بالك المنتخب بيوصل. لكن على اساس دائما الكره التونسيه يصير فيها كي من هكا واكثر من هكا، نتيجه عاديه جدا في ظل الظروف اللي قاعدين نعيشوا فيها. ما عندناش كوره، ما عندناش بطوله، ما عندناش استادات، ما عندناش ملاعبيه، ما ثماش فلوس، يعني حاجه عاديه على الاخر. اليوم انت كي تشوف المنتخب حاجه عاديه على الاخر. فرجاني الساسي على الحيط، فرجاني الساسي يعني في اعتقادي انه ما عادش نحتاجوا له، ما عادش نجم يزيد المنتخب. اليوم هم برشا ملاعبين مطالبين باش تعرف نفس النعيم السليتي. ايضا الملاعبي هذا مريض، الملاعبي هذا يعمل لك كل شيء يراوغ لكن ينقص الفينيش، ينقص الباس، ما يعطيكش كوره. رزين ياسر في اللعب نتاعو، اناني ياسر في اللعب نتاعو، ما يتمشاش مع اللاعب اللي حشنا به.
تهبطوا انت منذ البداية اختيار خاطئ مرة اخرى. دونك ثم كل خلينا نقولوا ضربنا في رواحنا حبينا نوصل ما نجمناش نعمل حتى شيء. اليوم المنتخب الاسترالي كان واقعي اكثر، خذي علينا اللعب في الميطان، خذي علينا الميليو، ماركانا بونتو بفوت نتاع ماركاج قعد يجري في المقابله، وكاين نجم يحسب ايضا المقابله. المنتخب التونسي ما قدرش انه يعني ما قدرش انه يعاود يرجع في المقابله، لانه فما فرصه تاع المساكني اللي هي كانت في اخر الشوط الاول كنا نجموا نجيبوا بها تعادل يكون ماتش اخر، لكن على اساس ضاعت. اليوم خلينا نقولوا تونس هارد لاك لتونس، واللي في اعتقادي انه تونس منتخب تونس اليوم حاجه عاديه جدا ان نوصل لنيفو ضايب. كي تشوف تراكمات اليووم ترشح للمونديال في حد ذاته يعتبر انجاز للمنتخب التونسي، لكن معنا ونوس خلينا نكون واقعيين، كورتنا ما هياش نتاع كوب دي موند وباش توصل كوب دي موند، مازلنا ناقصين برشا 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 برشا. يلزم العقليه تتبدل، يلزم عديد اللاعبين اليوم في المنتخب وفات مده الصلاحيه نتاعهم، يلزمهم يخرجوا، يلزمهم يغادروا يخلوه، يلزمنا نعاودوا هيكله جديده. يلزم المكتب الجامعي هذا يتنحى، خلينا نقول وديع جري يزي فيه البركه، خلينا نجي دماء جديده، خلينا نجي افكار جديده، خلينا نجي ناس جدد. اليوم الكوره في تونس مريضه برشا. اليوم اني واحد من الناس اكد لك وبرشا من المتابعين المنتخب التونسي راهم مركبهم الدم والسكر وحاجه عاديه على الاخر. يعني في اعتقادي واني واحد من الناس ما كانتش مفاجاه عندي الشيء اللي صاير غير اللي كان متوقع. ودائما المنتخب التونسي وفيه عاداته. اليوم تونس بلاد ماهيش بتاع فرحه، بلاد بتاع غمه بتاع غصه. الناس الكل حتى الكوره كرهونا فيها، حتى الكوره فدينا منها. اليوم هاكا تشوف ما عادش نحكيو تكتيكمون لانه ما عادش ما حتى تهمي، نحكيو اكسترا سبورتيف، نحكيو على منظومه كامله، نحكيو على فساد كامل، نحكيو على حاجات ما عندهاش علاقه بالكوره. للاسف المنتخب التونسي يغادر، خلينا نقولوا حسابيا يعني مستحيل تربح منتخب فرنسا، ومستحيل بالاداء هذا تنجم توصل. يا ربي يوصلنا ناكلوش 4-5. بوف، هذه حلقه اليوم حبينا نحكيو فيها شويه عن المنتخب، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. الى اللقاء، دمتم في رعايه الله.